اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم يا احلى متتبعين يا اغلى مشاهدين؟ كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال يا ربي. مبروك عواشركم وانتم باش كتمناو ان شاء الله بالصحيحه والسلامه وطولة العمر، ويحفظ لكم ربي وليداتكم، واللي مريض الله يشافيه يا رب العالمين، واللي في قلبه شي امنيه يا رب يحققها ليه في هذه الايام المباركه. وحنا داخلين على ايام اللي رائعه وزوينه يا ربي يا ربي. لما يجي هذا رمضان ان شاء الله تيكون كل شيء يعني بخير، كل شيء يعني في اتم الاحوال يا ربي امين يا ربي امين. طولت عليكم الغيبه ياكم، دابا حنا ولفنا انا وتطولت الغيبه ولينا خوت. كيف دايرين؟ لبست عليكم والله العظيم الا كنت وحش بزاف ديال لي زامي اللي عندي انا في هذه القناه، بزاف ديال المشاهدين، بزاف ديال الاخوات والاخوه. الله يكبر بكم والله يعطيكم اللي فيها الخير يا رب امين. اللي دائما كتسولوا فيا لا غبرت وكتطمئنوا عليا، لهلا يخطيكم عليا، بارك الله فيكم يا رب العالمين. اليوم مع فيديو جديد اللي غادي ليها سيدي ويا لالا ويا لالا ويا سيدي. غادي نمشيو ان شاء الله لعين الله العوينه ديالنا اللي قريبه لفاس. غادي نمشيو ان شاء الله نضربوا واحد التحمحيمه، راه مازالين جايبين واحد البروده ديال الشمال. بالبروده هزيناها في العظيمات ديالنا. كنا في الشمال غير حنا والناس ديال الشمال اللي تما كلينا الدق ديال بصح الناحيه ديال البرد. والله الا البروده واش غادي ديريها؟ كنفوجو هنا وهنا وصافي، هادشي اللي كاين. كنبدلو شويه الروتين وصافي. هنا قلت ان شاء الله غنمشي نكمل عظيماتي في عين الله. اش غادي نقول لكم؟ واحد العوينه والله العظيم اللي مازال ما جاتش ليها، كنتمنى تجي ليها. عوينه اللي غزاله عندنا هنايا في قريبه المدينه ديال فاس، يعني راه محسوبه على فاس هي. بالنسبه لهاد العيله هادي اش غادي نقول لكم؟ والله العظيم شي تحميمه ديالها وشيمه اللي طبيعي وغزال ما شهيتكم فيه. وزعما اللي ما جاتش لهاد العين هادي غير تجي ليها. زعما الصراحه الله، الناس اللي في المدن من غير مدينه فاس، اللي مكناس اولا شي حاجه مثلا، المدن اللي كيكونوا الناس ديال اكادير، الناس ديال طنجه كازا، مهم جميع النواحي اللي مازال ما شافش هاد العوينه هادي غير يجي يكمل عظيمته. راه عندهم واحد سبحان الله العظيم عوينه طبيعيه من عند الله سبحانه وتعالى، اللي كتكمدي فيها عظيماتك وكتخرجك كتشقشقي. كتعرفي شنو كتشقشقي؟ كتشقشقي بالبياض. حتى اللي سمرات تولي بيضه زعره. غزال داك الماء اللي طبيعي وزوين. هنا كندير معكم واحد الجوله اللي خفيفه ظريفه. هنا هاد البلاصه هذه اللي كنصور لكم، ديك الجهه اللي على يدي ديال اليمين، ديك كانت عوينه، هذيك هي كانت العين القديمه، العوينه القديمه. دابا حنا غادي للعين الجديده اللي عاد دابا تبنات وتقادات، وزعما شي حاجه اللي واو يا سلام سلم. بغيت ندخل لداخل ديال العوينه نصور لكم، ولكن كما كتعرفوا بان كتكون عامره وممنوع التصوير فيها. مره اخرى ان شاء الله من نبغي هكا نجي نصور عاوتاني ولا شي حاجه تكون خاويه، دابا نصور لكم الداخل. الا كانت خاويه كتكون خاويه غير بلاصه ديال الدوش، اما البلاصه اللي كتكون فيها لابيسين وداكشي ما كيكونش، ما كتكونش خاويه ان شاء الله. انا دخلتكم بلاصه اللي كيكونوا كيبيعوا فيها زيوفه ديال الحمام ديال الراس، الدريرات وداك الشيء والسطوله والكيوسه يا لالا، والصابون البلدي والغسول. الا جيتي غير هكا واقفه نيشان ما عندك لا صابون ولا شامبو ولا حتى شي حاجه كاع اللي ما جيش عوال عليها، غتولي عوال عليها، لان هنا السطوله كيتكرا. انا والله ما نكذب عليكم، واخا بنت فاس كنمشي تما كنكري السطوله. حيت ما فيها اللي هز تقل، فيها اللي هز هذه فيها. المهم كتكرا بخمسة دراهم 15 درهم رخاص يعني كتكريوهم. الكيوسه، صابون البلدي، الغسول، يعني كل شيء هنايا كاين. اي حاجه قلبتي عليها كما قلت لك راه كتجي مع عواله حتى كتبقى عواله. صافي هنا كتقدا شي حاجه ديال الصابون البلدي والغسول اللي مهمين في الحمام المغربي ندخلوا. هنا كنبين لكم شي جوله اللي خفيفه. كانوا هنا مازال ما حلوش حيت انا كنت مشيت انايا في الوقيته ديال قريب العصر، يعني تغدينا خرجنا في حالاتنا مشينا للعوينه. صافي هادشي اللي كاين، ونخليكم مع لا فيديو.
هنا من بعد ما خرجت من العوينه ودوزنا واحد التحمحيمه اللي يا سلام، ما نقول لكمش كيفاش دايره. ضروري نجي انا لهنايا وما نشربش انا اللبن، راه شي حاجه اللي مستحيله. ضروري ناكل سايكوك. الطعام اللي رطب وهشيش ومفتول بواحد الطريقه اللي زوينه، وعندهم داكشي نقيقي ومتيول، واللبنه اللي خاتره وحلوه، يا سلام ما شهيتكم فيها. وضروري كناخذ حتى الزبده بلديه، انا كنت خديت حتى شي نص كيلو ديال الزبده بلديه، ضروري حتى هي اللي ميمكنليش ما نديهاش. مهم هنا من بعد ما كلينا سايكوك ضروري وتفاجئنا بديك اللبينه اللي حلوه شهيتكم فيها. دابا غادي نمشيو ان شاء الله، غادي ندخلوا الفاس باش غادي نمشي نتعشاو انا والعائله ديالي، عاد نمشيو ان شاء الله للدار. ايوا يا اختي، هنا متى نقولوا تحميمه ضروري كتبعها تشنشيط ديال الدخاخن ديال الشوا ضروري. هنا كنت خديت كبيده ديال البقري ودرت صوصيص ديال الكفته وكفيته ديال البقري، درت باناشي. وما نساوش يا لاله ويا سيدي الدكيكه ديال اتاي بالاعشاب اللي ضروري في المائده ديال المغاربه، ضروري الدكيكه ديال اتاي. صافي هنا من بعد ما غادي نتعشاو ان شاء الله غادي نمشيو للدار ديالنا. صباح النور عليكم، هذا اليوم الثاني ان شاء الله معكم في هذا الفيديو اللي درت معكم البارح ديال عين الله. هاد الصباح هذا بغيت نشارك معكم السفوف ديالي. الطريقه ديالي راه كنسبق لي وحضرته في القناه. الطريقه المعتمده ديالي في طريقه تحضير السفوف او سلو بالطريقه الفاسيه، كيجي معلك وبنين. صراحه كيجي بطريقه اللي مخدومه يا سلام سليم. كنتمنى تجربوا الطريقه هذه، نخليكم على فيديو. بالنسبه للمقادير هنا كنت قديت كلشي من قبل، كلشي مونطيتو، اللي غسلته واللي نقيته واللي حمرته. هنا دابا كلشي غير غادي نجمع السفوف ديالي وصافي. هنا كانت عندي حبه حلاوه والنافع، كانت عندي 4 ديال المعالق ديال 2 معالق ديال حبه حلاوه، 2 معالق ديال النافع. كنت طحنتهم من قبل، يعني غربلتهم نقيتهم، المهم داكشي كامل وكنحمروا شي شويه سخون، عاد ديك الساعه كنطحنهم. هنا عندي زلافه ديال الزبده، كنت درتها تغلي فوق البوطه حتى حصلنا عليها زبده نوازيط حتى كتولي مذهبه. هنا زلافه ديال العسل، زلافه ديال الزيت البلديه، زيت العود. عندي هنايا شويه ديال المسكه حره كنت طحنتها مع شويه ديال سنيده. عندي هنا 2 كوزات حتى هما مطحونين، 2 معالق كبار ديال القرفه مدقوقه حتى هي. عندي هنايا شويه ديال الملحه، ضروري في اي وصفه خص المليحه نملحو ونحليو هنا عندي الزنجلان كان مسبق، المهم انا الزنجلان كناخذو منقي ناضي، وخا كنولي نعاود نشوف الا كانت شي حاجه وهذا. المهم نقيته مقاده، حمرته في الفران. المهم كنت غسلته وعاد حمرته في الفران. بالنسبه هنايا النص راني كنت هرمشته والنص كنت خليته صحيح. بالنسبه هنا اللوز، هذا اللوز هذا كان تحمر ليا بزاف. بالنسبه للوز الاخر يعني طحنته حتى هو خليته مهرمش. واللوز الاخر غادي نخليه تالي تنجمع السفوف ديالي في مره، عاد نلوح ديك الحبات ديال اللوز. هنا كان عندي كيلو ونص ديال اللوز، كيلو كنت طحنته مهرمش والنص خليته غير نزين به من الفوق. والجنجلان كان عندي كيلو تقريبا ديال الجنجلان. بالنسبه هنا الدقيق عندي هنايا كيلو فقط كنت حمرته حتى هو. صافي هنا غادي ندوز باش غادي نجمع السفوف ديالي. وللتذكير الدقيق راه ضروري حتى هو كنغربلوه من بعد ما كيتحمر، ضروري حتى هو كيتغربل الدقيق. صافي وهنا
كنبقى نمونطي، يعني كنجمع داك الصفوف ديالي. انا درت اول حاجه هو الزنجلان، ضفتو كامل، ضفت هذاك اللي مهرمش وضفت هذاك الزنجلان اللي ما مهرمش. ضفتو كامل. وهنا اللوز عاوتاني غادي نضيف غير داك اللوز اللي مهرمش اللي هرمشته صافي. وغادي نبقى نجمع النواشف هما الاولين، عاد ندوز للسوائل. اللوز هذا كنخليه هو التالي كاع حتى نسالي الصفوف وندلك كل شيء، عاد نرمي داك الحبات ديال اللوز، داك نص كيلو. هنا غادي كما قلت لكم ندير النافع وحبه حلاوه. راه قلت لكم عندي هنايا 2 معالق النافع و2 معالق حبه حلاوه، كنسبق لي حتى هما طحنتهم، غير جمعتهم في اناء واحد صافي. غنبقى هكا كنجمع تنسالي النواشف بعدا هما من الاولين، عاد ندوز للسوائل. من بعد ما صبقت النواشف هي الاولى، دابا غادي ندوز للسوائل. بالنسبه هنا السوائل عندي الزبده للتذكير هنا الزبده عندي انا من النوعيه الممتازه. كديروها فوق البوطه، كتخليوها حتى كطلع ديك الكشكوشه، كتحيدوا لها ديك الكشكوشه صافي. كتبقى تخليوها تتغلي شي شويه حتى كتذهب ديك الزبده. هذه كنقولوا لحنا زبده نوازيط، يعني حتى كتذهب ديك الزبده صافي كتحيديها وكتجي تخدمي بها السفوف. هنا زيت الزيتون كذلك صحي، يعني كندير انا زلافه ديال زيت العود، ما كندير لا زيت روميه لا والو. بالنسبه للعسل هنايا كندير انا الزبده عفوا العسيله اللي حره. نتوما بامكانكم ديروا اي عسل، يعني اي عسيله كتدخلوها في السفوف ديالكم. انا ما كنبغيش ندير سكر كلاصي، كيعجبني ندير العسل في السفوف باش كيجيني السفوف اللي كيكون صحي. فهمتوا البنات؟ كيجي صفوف صحي بزيت العود. الزبيده يعني راه نوعيه ممتازه. بالنسبه للعسيله بلديه صافي. كنبقى ندخلها في الصفوف ديالي، ما كندير لا سكر كلاصي لا والو. وهذا هو سر النجاح. الطريقه ديال الصفوف ديالك، يعني الا درتي العسيله والزبده وزيت العود اكثر من رائع، وكتحصلي على تعليكه اللي كتجي يا سلام. انا ما كاينش اللي ما ذاقوش عندي في الدار او لا العائله ديالي وما تيحماقش على الطريقه ديال التحضير ديال الصفوف. نتوما ديروا اي نوعيه كتبغيوها ديال العسل، راه كيجي بنين 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 الصراحه، صدقوني كيجي بنين. حيدوا السكر كلاصي وعوضيه بالعسل اللي كتبغي، وديري زيت العود وديري الزبيده ودخليهم مزيان الصفوف ديالك. اش غادي نقول لك، كيجي واحد التعليكه، كيجي واحد المذاق، وكيجي مقوم وعلى حقه وطريقه. واللي بغى يدير نفس القوام ديال الطريقه ديالي، بغيتو نتوما تكثروا بغيتو تنقصوا، داكشي كيبقى على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الاختيار ديالكم. المهم انا درت على قد العائله ديالي، حنا غير بعض ديال الاشخاص، انا كنكثر في القوام اكثر من الدقيق، وكيجي بنين بنين بنين. وكل واحد وشنو تيبغي، وحنا اذواق والاذواق تختلف. ضروري ما يمكنش ما نقطعش معكم واحد القطعه من هاد الصفوف اللي كيجي رائع وبنين بنين بنين. جربوه والله العظيم ما غادي تندموا على طريقه الوصفه، راه كتجي بنينه وكتجي اكثر من رائعه. والصفوف راه ما كيخسر ما والو. كاين اللي غادي يقول لك حق الزبده ربما يخسر الصفوف اولا شي حاجه، نو ما كيخسر والو. انا راه انا كيبقى لي الصفوف مده طويله عاد كنبقى ناكلو، يعني ما كناكلوش انا اغلبيه ما كناكلوش في رمضان، تا كيفوت رمضان ويسالي عاد كنبدا ناكل انا الصفوف. جربوا هاد الطريقه راه كيجي اكثر من رائع. وعلى تعليكه اش غادي نقول لكم، بحال اللي مقادينه في الترموميكس والله العظيم بحال اللي مقادينه في الترموميكس، كيجي اكثر من رائع وبنين. كنتمنى لا فيديو ديال هاد النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم فضلا وليس امرا، والتعليق ديالكم الرائع اللي كيزيد يحفزني. شكرا لكم على المشاهده، وكنتمنى تجربوا الصفوف بالطريقه اللي قلت لكم، والله ما تندموا، غادي يعجبكم وغادي ينال الرضا ديالكم، وغادي يحماقوا عليه صغير وكبير عندكم في الدار. يلا مع السلامه، ونتلاقاو في فيديو جديد. كنحبكم بزاف، الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.